النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الزبادي في البيت. هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهنعمل 3 انواع من الزبادي. هنعمل زبادي ساده، وهنعمل بالفراوله، وهنعمل بالمانجا. هندخل كده نشوف الطريقه. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جبت هنا كوبايه من الفراوله، غسلتها كويس وقطعتها، حطيت عليها معلقتين من السكر وهديت عليها النار. وكان عندي هنا برضو مانجا متفرزه، طلعتها وهديت عليها النار وحطيت عليها معلقتين من السكر، وهسيبها تفك كده على النار. ومعايا 2 كيلو من الحليب. انا كنت غاليه الحليب ده مره قبل كده، بس هسخنه كده تسخينه خفيفه، اللي هو يكون عامل زي دمع العين كده بالظبط. بعد كده هسيب الصوص ده على نار هاديه يستوي كويس. طبعا لو انت عايزه تعملي اكتر من نوع من الصوصات دي في الزبادي، ممكن لو عندك مش برضه هتعمليه بنفس الطريقه. يعني اي فاكهه انت بتحبيها هتعملها بنفس الطريقه. مجرد ما السكر داب كده والفراوله نزلت الميه اللي فيها، عصرت عليها ليمون كده، خدت نقطتين من الليمون، يعني مش كتير، نقطتين هنا ونقطتين هنا. وهبدأ بقى اقلب فيها كويس لحد ما تستوي معانا وتنشف من الميه اللي بتنزلها دي. خلاص يبقى هي كده تمام معاك، استوت كويس. الاتنين كيلو حليب دول هيعملوا معانا 16 طاجن من الزبادي. يعني الطاجن كمان اكبر من اللي انت بتشتريه من بره بكتير واوفر. هيعملوا معاكي كمية كبيرة جدا. وطبعا بيكون الحليب بتاعك بخيره، فالزبادي بتاعتك بتكون طعمها عامل زي القشطة، يعني بتختلف عن اللي انت كمان شارياها من بره. هتشتري بس اول مرة تعملي زبادي في رمضان هتشتري علبة واحدة، وطول الشهر بقى هيكون عندك الزبادي موجودة. كل مرة بتعملي فيها الزبادي هتشيلي علبة من الزبادي وتعملي بيها اللبن بتاعك، فمش هتضطري تشتري غير علبة زبادي بس واحدة. هنا خلاص الصوص شلت الرغاوي اللي كانت على الفراولة، وبعد كده هفضيها كده في اطباق واسيبها لما تبرد تماما. مش هنحط عليها الحليب كده وهي سخنة. وهنا كمان الحليب بتاعنا دافي. هبدأ بقى اعبي الطواجن. خدت كده معلقة من العسل الابيض، ومعلقة العسل الابيض دي هتخلي الزبادي مسكرة معاكي، مش هتحتاجي ان انت تضيفي لها سكر. هنا بقى معايا علبتين من الزبادي. طبعا جايبه علبتين من الزبادي عشان 2 كيلو من الحليب. كل كيلو من الحليب بياخد معلقتين من الزبادي، والعلبه الصغيره ديت معلقتين، يعني كل كيلو علبه. فضيتهم كده في البوله، وهاخد عليهم شويه كده من الحليب. وهبدا بقى افك الزبادي، خليها كده كريمي معاكي وتكون ناعمه، ما يكونش فيها اي تكتلات. ممكن تضربها بالهاند بلندر، ممكن تضربيها بالمضرب اليدوي، مش مستاهله يعني انك تصعبي الموضوع. بالمضرب اليدوي العادي جدا. اتضربت وبقت كريمي معانا. فضيتها كده على الحليب وهقلبها كويس. بعد كده بقى هعبي الطواجن طبعا هتكون ساده. هنا بقى ممكن تعبي في اي حاجه عندك، كوبايات ازاز، طواجن، بولات ازاز. اي حاجه متاحه عندك هتعبي فيها. يعني مش هنقف على حاجه معينه. متنسيش بقى تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل يوصلك. شايفين بقى حجم الطاجن قد ايه؟ يعني زي ما قلت لك اكبر من علبه الزبادي اللي انت بتشتريها من بره بكتير. يعني الطاجن ده ياخد علبتين زبادي، ما شاء الله كبير وحجمه كبير. وقلت لك هنعمل 16 طاجن من الزبادي، يعني هيوفر معاكي طبعا 2 كيلو حليب. اعملوا معانا الكميه ديت. خلاص كده تمام. هاخد بقى البولات الازاز ديت، هبدا احط فيها صوص الفراوله وصوص المانجا. هفرده كده كويس. وزي ما قلت لك لو حابه تعملي اي نوع من الفاكهه برضو، اعملي اي نوع تحبيه من الفاكهه، عايزه تعمليه اعمليه. هتعمليه برضو في نفس الطريقه. هتحطيه على النار وهتحطي عليه معلقتين من السكر، واول ما يغلي معاك هتحطي عليه عصره الليمون. وخلاص هو كده جاهز زي ما انتم شايفين. فضيتها طبعا كانت لسه دافيه، فضيتها كده في البولات وسبتها فبردت معايا بسرعه. جبت تيل فوانيس اللي احنا بنعمل فيها برضو الكنافه والزبادي والحلويات في رمضان. حطيت فيها بالشكل ده كده. وهبدأ بقى انزل باللبن كده على الصوص اللي احنا عملناه. طبعا انا كنت بعملها بالليل، عاملاها حوالي الساعة 11 بالليل. الصبح بصيت عليها لقيتها بدأت تتماسك. يعني قعدت معايا كده 8 ساعات واتمسكت معايا. حطيتها طبعا في الفرن، فرن البوتاجاز انا كنت مدفياه. سبته شغال كده حوالي ربع ساعة، وبعد كده طفيته. وحطيتها كده رصيتها في صواني. شايفين عملت معايا 16 طاجن. بعد كده زي ما قلت لك هتحطها في صينيه. الصينيه هيكون فيها ميه دافيه وهتدخلها الفرن
هتقعد معاكي 8 ساعات، هتبدأ تتماسك. بعد ما تتماسك هتدخلها التلاجة. هنا بقى بدأت ارصها في الصينية زي ما انتم شايفين. هاخد ميه دافيه، ما تكونش الميه بتاعتك غليت، او يعني تكون دافيه كده مبخره. طبعا صينيه واحده ما خدتهمش، فرصتهم في صينيتين. حطيت كده الميه، وهاخد معلقه من الخل وهغلفها بقى ببلاستيك راب. خلاص انا غلفتها بالشكل ده كده. زي ما قلت لك الفرن سخن، وطفينا الفرن ودخلناه فيه. هغطاه كمان بفوطه وعشان تدفى كويس يعني، لان احنا طبعا في البرد. بس ما شاء الله كانت بعد 8 ساعات متماسكه معايا كده. خلاص انا خرجتها من الفرن بعد ما سبتها زي ما قلت لكم 8 ساعات. شايفين الميه لسه في الصينيه. إيه ما شاء الله، الزبادي كانت جامده جدا وكانت متماسكه. طبعا لسه هندخلها التلاجة تقعد معانا في التلاجة ساعتين 3. بس هي ما شاء الله ما كانتش محتاجه كمان ان هي تدخل التلاجة. الزبادي كانت ما شاء الله تحفه جدا. كانت كريمي وكانت حلوه. شايفين بقى ما شاء الله انا قلبها لكم ازاي، يعني لو فيها اي حاجه مش هتفضل مقلوبه القلبه دي. شايفين ما شاء الله كريمي ازاي. لسه طبعا هتدخل التلاجة كمان ساعتين 3 على الاقل. ودي كمان اللي بالفراوله، شايفين ما شاء الله متماسكه جدا. دي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم. شايفين بقى نكسر واحد كمان من اللي بالفراوله. شايفين الفراوله فيه ما شاء الله كان طعمها تحفه جدا. خلاص ده كان فيديو النهارده. اشوفكم في وصفه جديده على خير، وربنا يحسن ما بين ايديكم، ومع السلامه.